انا بيجيلي رسائل كتير جدا بخصوص موضوع فتاس الميجان. انتوا عارفين طبعا احنا عملنا اكتر من 20 فيديو عن فتاس الميجان كتغيير زيت وقياس جودة الزيت وطريقة تغيير الزيت ومتطلبات تغيير الزيت وقياس جودة الزيت قبل وبعد التغيير وتغيير كذا مرة عشان نعمل فلاش للدورة وهكذا، واتكلمنا كتير جدا جدا في الموضوع فنيا. فآخر رسالة جات لي من أحد الأفاضل بيقول لي إنه راح مركز معتمد قال له نسبة الريش في الفتيس عالية، فهنا لو غيرت هيحصل سليبنج، والعربية عاملة 80,000 كيلو. وبعدين يعني العربية عاملة 80,000 كيلو ويقول له نسبة الريش. هو على فكرة أي فتيس في الدنيا بيغير له زيت بيبقى فيه نسبة ريش حتى لو فتيس مانيوال. كويس. فطبعا اللي هما بيقولوه ده هو هيسيبوه بقى، يعني هو كده هيخلوه يسيب نفسه لحد ما يوصل 100 و120 و130 و140 و150 و160 ألف بقى، وبقى ساعتها التغيير فعلا هيبوظ الفتيس. لكن أي زيت في الدنيا خارج من الفتيس بيبقى فيه نسبة ريش عشان تبقوا عارفين. النسبة دي ما تقلقش، دي نسبة تآكل طبيعي، وخصوصا إن أنا سألته هو أصلا ما بيقرصش على العربية. فقلت له غير واحدة واحدة، غير متطبع، غير تلت الكمية، وراح مركز فعلا وقالوا له نفس الكلام، قالوا له غير تلت الكمية بس من الطبة ونشوف. لان تلت الكمية هنا يعني انت هنا بتقلل الريسك ان يحصل سليبنج. عشان كده بقول لك التغيير مره واحده مش صح، والتغيير بالجهاز بالشفط مش صح. الشفط لو في رايش هيسد علبه البلوف، والتغيير متاخر وانك تفضل تزحزح الموضوع وتيجي بعد كده تغير، فعلا هنا بقى في مخاطر عاليه. لكن 80,000 كيلو مش وجود رايش ده عادي. يعني هي ايه ما اخد عينه من الزيت سواء من الطبه او من المقاس ولا فيها نسبه رايش؟ طب ما انا مطلع لكم الزيت كله رايش اصلا يعني انا عامل 60,000 ومطلع الزيت كله رايش كله رايش، ونسبه جودته لما قسناه بالجهاز اللي جايبه من امريكا 20%. وبعد التغيير النسبه رفعت، وبعد التغيير الثانيه النسبه رفعت، وهوريكم. وهنغير مره ثالثه ورابعه وهنعمل فلاش للفتيس بالكامل. لكن يعني يا جماعه التوكيل والمراكز المعتمده هي اللي ضيعت سمعة فتيس الرينو مع الأسف يعني، وبالذات فتيس العربية الفلوس. تحياتي ليك. ما تنسوش إن أهم حاجة لما تيجي تغير الزيت أول مرة لازم تغير فلتر الحشو الورقي اللي وريناه لكم برضه في الفيديو، والفلتر ده بيتسد بسهولة لأنه ورقي. ده فلتر الكولر لما بيتسد بيعوق سريان الزيت وبيسخن الزيت وهكذا. ده مهم جدا جدا جدا، لأنه لما بيتسد هيعمل مشاكل وهيسد كمان الكولر بتاع الفتيس. ده مهم جدا يتغير.